مكملين في الجزء الثاني من كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي بيوقفنا عند محطات مهمة محتاجين نفهمها وكمان نطبقها عشان الرحلة تبقى أخف. المحطة الأولى الهموم. من أول لحظة بنصحى فيها يا صديقي التزامات، طلبات، قرارات، تفاصيل صغيرة كلها بتسحب طاقتنا. تحس كده إنك محتاج الريموت، عايز توقف كل ده لحظة، تسيطر على الزحمة اللي جواك. بس الحقيقة ده مستحيل، ولو فضلت منشف دماغك وبتحاول تمسك كل حاجة بإيدك هتلاقي نفسك تعبت وركبت الحلزون. ديل كارنيجي بيحكي إن في أمريكا عملوا دراسة على 176 رجل أعمال، كلهم كانوا في سن واحدة حوالي 44 سنة. لقوا إن تلتهم عندهم أمراض قلب وضغط ومعدة. وفي الغرب لما عرفوا قد إيه الحزن بيأثر على الناس، كونوا في ألمانيا جامعة كان شعارها القوة في السرور. وشفنا بكاء سيدنا يعقوب على سيدنا يوسف ضيع بصره. راحة القلب الحقيقية مش في السيطرة، لكن في التوكل، في التسليم، إنك تعمل اللي عليك وبعدين ترفع إيديك وتسيب الباقي على ربنا. والتسليم ده بيكون عن ثقة مش استسلام عن ضعف. أما التواكل ده لما تقعد تستني الحاجات تحصل لوحدها، ولما الدنيا تقفل في وشك تلاقي صوت الحكمة والعقل طلع وبتقول ده قدر ربنا. بس الحقيقة ده تشويه لفكرة القدر نفسها. الشيخ الغزالي بيقف عند حديث لو فهمناه بعمق ممكن يغير حياتنا كلها: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبالي الله في أي أوديتها هلك. يا صديقي المعنى قوي جدا. لما يكون همك الأساسي رضا ربنا باقي الهموم بتهون، لكن لما توزع همومك على 1000 جبهة الدنيا هتفضل توديك وتجيبك من غير ما تحس. فالسر هنا مش إنك تسيطر على كل حاجة، لكن تختار هم واحد، هم يريحك مش يرهقك. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كلام بسيط جدا بس تأثيره عجيب. كلام لو قلناه ربنا بيرفع همنا ويقضي ديننا ويريح بالنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دعاء بصراحة يا جماعة سحر، كلمات كلها نور وطمأنينة. بس الشيخ الغزالي بيوقفنا هنا شوية وبيسأل: والدعاء معناه إننا نقعد مستنيين من غير ما نشتغل؟ أكيد لأ. يوم ما الدعاء يبقى كده يبقى مجرد كلام ملوش وزن عند ربنا. الدعاء مش سلبية، الدعاء تحديد طريق. يعني لما بتقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء، انت مش بس بتطلب، انت بتعلن نيتك، بتقول لربنا أنا عايز أبدأ وعايزك تكون معايا. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان علمنا ندعي بإيه ونبعد عن إيه. فمرة سمع راجل بيقول: اللهم إني أسألك الصبر. انت سألت ربنا البلاء فسله العافية. العافية يا صديقي من أعظم النعم. العافية هي السلام، سلام الجسد وسلام القلب. البلاء بيكسر النفس، لكن العافية بتحفظها. فادعي دايما وقول: اللهم اجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان. محطة السموم. تخيل كده إنك كل يوم بتاخد دواء قوي، حبتين بس. الجرعة دي مش هتموتك، لكن هتضعفك حتة بحتة. الدواء ده زي سم بيدخل جسمك بس ببطء. بس المرة دي السم مش في جسمك، السم في النفس. السم الحقيقي هو الحقد والغيرة والكراهية والغضب. مشاعر بنفتكر إننا بنرتاح لما نبررها ونقول لنفسنا عادي، من حقي أزعل ومن حقي كمان أغير. لكن بعد شوية تكتشف إنك بقيت حد تاني، حد أتقل وأضعف،
أبعد عن نفسك الحقيقية. وخلينا ناخد الغيرة كمثال، شعور طبيعي كلنا بنحسه، لكن الشيخ الغزالي شافها من إنها من السموم النفسية، سم بياكل القلب من غير ما نحس. الغيرة مش دايما معناها ضعف، أوقات بتبدأ من مقارنة سخيفة بنعملها مع نفسنا طول الوقت. تبص حواليك وتقول إيه ده، هو لحق يغير العربية، أنا أشطر منها والله بس مفيش حظ. وتزود الطين بلة وتقول يلا يدي الحلق للي بلا ودان. بس استنى شوية، حضرتك معترض على اسمة ربنا اللي بيوزع الأرزاق بحكمة، وكأنك شايف إنك أحق. انت شايف نعم ربنا على غيرك بس مش شايف اللي عندك ولا شاكر اللي بين ايديك. الشيخ الغزالي بيقول القلب اللي مليان غيرة وحقد عمره ما بيعرف سلام، لأن الغيرة في حقيقتها مش غضب من الناس، دي عدم رضا عن قدر ربنا ليك. ومع الوقت ومع كل خطوة وعي هتكتشف إن الغيرة مش حاجة تهرب منها، دي حاجة تفهمها. هتسأل نفسك يا ترى الغيرة دي بتقولي إيه؟ بتكشف لي إيه جوايا؟ يمكن بتقولي إن في حلم جوايا أو هدف نفسي أوصله، بس محتاج أبدأ أول خطوة. محطة القلق. أهلا بيك يا قلق، واضح إنك مش ناوي تسيبني اليومين دول. أنا مش جاي لك أزعجك، أنا بس بحاول أحميكي، بفكرك بكل حاجة ممكن تحصل عشان تبقي جاهزة. أنت بتجهزني ولا بتتعبني؟ الدنيا مش أمان يا صافي، اللي فات وجعك واللي جاي محدش ضامن. لكن أنا قريت إن الشيخ الغزالي بيقول القلق مش هيمنع ألم بكرة، لكن هيسرق راحة النهاردة. يعني بدل ما أعيش النهاردة أنا بضيعه في الخوف من بكرة. وقال كمان اللي هيعيش في الماضي هيموت بالحسرة، واللي هيعيش في المستقبل هيموت بالوهم. وأنا عايزة أعيش دلوقتي، ممكن تسيبني بقى؟ مش هرجع اللي فات ولا هستعجل اللي جاي. وتفتكري كده هتقدري تعيشي من غيري؟ مش من غيرك خالص، بس هخليك في حجمك الصح. لما تيجي هسمعك، بس مش هسيبك تتحكم فيا. الشيخ الغزالي في كتابه جدد حياتك علمني حاجة مهمة، ان القلق مش علامة تفكير عميق، ده دليل على ضعف الإيمان. لكن التوكل لما بيدخل القلب الخوف مش هيكون له مكان. وعلمني الحديث لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. محطة العلم. في ناس بتتعلم كتير، تقرأ، تسمع، تحضر محاضرات، بس لما تبص على حياتها تكتشف أن العلم ده ما غيرش فيها حاجة. زي واحد بيزرع أرض ويسيبها ويمشي، الزرع هيطلع؟ أكيد لا. العلم الحقيقي هو اللي بينتج عنه عمل، العلم اللي هيخليك أهدى، أصدق، أرحم، علاقتك بربنا أقرب. مش العلم اللي بيخليك تتكلم أكتر وتشتغل أقل. العلم من غير عمل ملوش فايدة. والشيخ الغزالي بيقول ما تخليش العلم هدف، اعمل باللي تعرفه حتى لو حاجة بسيطة، أحسن من 1000 فكرة حلوة محبوسة في دماغك. علمك من غير عمل زي شجرة من غير ثمر، شكلها حلو بس ملهاش طعم ولا ريحة. محطة الفراغ. عمرك حسيت ان الفراغ بيخنقك بدل ما يريحك؟ تحس ان الوقت ماشي ببطء والافكار بتكتر والهم بيزيد؟ اكيد لا. وفي احلى من اننا نقعد في ولا حاجة؟ الراحة حلوة. الشيخ الغزالي بيقول الفراغ مش دايما راحة، اوقات بيبقى لعنة، لان اللي عنده وقت فاضي ومش بيستغله نفسه مش بتهدى، بتستغل بقى اللحظة دي وتبدأ تعمل أحلى شغل، تملها بقلق ووساوس وأفكار سودة. والإمام الشافعي أكد لنا نفس المعنى، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الفراغ مش بس في الوقت، الفراغ ممكن يكون في الفكر، في القلب، في الهدف. اللي ما عندوش حاجة مفيدة يشغل نفسه بيها هيسيبها تتملي بأي حاجة. والمشكلة إن أي حاجة دي غالباً هتكون ضرر. عشان كده لازم نفضل في حالة سعي، سواء بتشتغل أو بتتعلم أو بتبني نفسك خطوة بخطوة. وديل كارنيجي كان مشغول بسؤال مهم، هو ليه لما بنبقى مشغولين ما بنكونش قلقانين؟
دور كتير ولقى الإجابة في علم النفس. العقل ما يعرفش يركز في حاجتين في نفس الوقت، يعني ما يقدرش يجمع بين إحساسين متناقضين. وربنا قالها بوضوح: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني مستحيل قلبين، واحد للراحة وواحد للقلق في نفس اللحظة. فإياك يا صديقي والفراغ، إياك ولا حاجة. املأ وقتك بحاجة تنفعك، ولو حتى حاجة صغيرة بس تكون بتقويك مش بتاكل فيك. محطة التوافه. كم مرة يومك اتعكر بسبب كلمة أو تصرف بسيط وفضلت تفكر فيه طول اليوم كأنها نهاية الدنيا؟ ده عمل ودي قالت، كانت تقصد، ما ردتش على الواتساب، شافت صورتي ما عملتش كومنت، إلخ. طاقتنا بتضيع على حاجات بسيطة جدا، تفاصيل تافهة، واحنا سايبين ايدينا ومخلينها تتحكم فينا. اللي بيعيش بالشكل ده بيتعب نفسه على الفاضي وبيكبر الحاجات الصغيرة جواه لحد ما تبقى هم كبير. الشيخ الغزالي بيقول إن الإنسان الحكيم هو اللي يعرف يفرق بين الكبير والصغير، ما يوقفش حياته على كلمة ضايقته، ولا يفضل شايل من حد على تصرف بسيط. الحياة مش هتخلى من المنغصات، ولو ركزت على كل تفصيلة هتعيش دايما متضايق ومتوتر. إنما لو اخترت طنش تنتعش هتكتشف إن راحة بالك أغلى بكتير من أي جدال أو زعل. وده بيفكرنا ببيت الشعر اللي بيقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه. وديل كارنيجي بيقول إن الصغائر في الحياة الزوجية، يعني الحاجات التافهة، مسؤولة عن معظم المشاكل. وكان دليله إن في قاضي في أمريكا بعد ما حكم في 40,000 قضية طلاق كان بيقول إن التوافه أكتر سبب في الطلاق. التوافه بتسحبك بعيد عن المعنى. خليك دايما أكبر من التفاصيل الصغيرة، واختار معاركك بحكمة. مش كل حاجة تستاهل رد، ومش كل تصرف يستحق تبرير. محطة القصاص. الشيخ محمد الغزالي بيكلمنا عن لحظة الغضب، عن الوقت اللي الانتقام فيه بيغري العقل وبيخلينا نحس إن القصاص هو الحل. بس الحقيقة الانتقام ساعات بيكلفنا أكتر من اللي خسرناه. ديل كارنيجي بيقول إنه راح في الغابة وقعدوا في مخيم، وفجأة ظهر ليهم دب أسود. الكل اتوتر والخوف سيطر، بس بصراحة بيقول إنه تعلم درس مهم من الطبيعة. وسط كل الرعب ده ظهر النمس، نمس صغير قدام الدب الكبير، ورغم حجمه الصغير الدب وقف قدامه ومخافش، ما ردش عليه. عارفين ليه؟ لأنه اتعلم من تجاربه. لو اتعصب عن النمس مش هيكسب حاجة، ممكن يتضر ويضيع وقته ومجهوده من غير فايدة. الحكاية دي ممكن تكون حقيقية وممكن تكون مجازية، بس بتعلمنا درس مهم. مش كل حاجة محتاجة معركة. الحكمة مش دايما في القوة، الحكمة في الصبر، وفي إنك تعرف إمتى تاخد موقف وإمتى تسيب الأمور تمشي بطبيعتها. والشيخ الغزالي بيأكد لنا كمان بأمثلة من التاريخ، زي حلم سيدنا هود بعد ما دعا قومه للتوحيد، أو رد أبا ذر الغفاري لما شتم واحد فرد عليه وقال له: يا هذا لا تفرط في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. الغزالي بيقول الانتقام مش دايما عدل، والعفو مش دايما ضعف. العفو أوقات بيبقى أعلى درجات القوة، قوة اللي يقدر يأذي لكنه اختار يسامح. ربنا ساعات بيختبرنا مش عشان نرد الأذى، لكن عشان نعلى فوق، نطلع الغضب من قلبنا ونبدله بحكمة وهدوء. اللي ينتقم يمكن يرتاح لحظة، لكن اللي يسامح بيرتاح عمر. محطة الأثرة والإيثار. الأثرة يعني الأنانية،
لما الإنسان يعيش يدور على مصلحته بس في الآخر يكتشف إنه وحيد، إن مفيش حب ولا مشاركة ولا أثر حقيقي وراه. أما الإيثار هو إنك تشتغل من قلبك، تحب لغيرك اللي بتحبه لنفسك، تدي وتساعد وتسيب أثر حلو من وراك. اللي بيعيش بروح الإيثار بيلاقي سعادة مش بتتوزن بفلوس ولا تتقدر بمناصب. الشيخ الغزالي بيقول الناس تعيش بقدر ما تعطي لا بقدر ما تأخذ. والشيخ الغزالي بيعلمنا كمان إن التوازن يعني متظلمش نفسك عشان الناس ولا تكون أناني باسم النجاح. اشتغل بإخلاص وخلي نيتك دايما فيها نفع ليك ولغيرك. في النهاية الحياة مش سباق مين ياخد أكتر، لكن رحلة مين يسيب أثر أعمق. محطة النقد. أوقات النقد بيوجع وبيخلينا نراجع نفسنا 10 مرات، ويمكن كمان نشك في قدراتنا. بس الشيخ محمد الغزالي بيقول في كتابه جدد حياتك بقدر قيمتك يكون النقد الموجه لك. يعني إيه؟ يعني لما تلاقي الناس بتنتقدك ما تزعلش بسرعة، ده دليل إن ليك أثر وإنك باين. محدش بينتقد المجهول. فكر فيها كده، لو كل الناس سايبك في حالك يبقى يا إما ماشي في طريق غلط محدش مهتم بيه، يا إما ما عملتش حاجة تستحق الانتباه أصلا. اللي بينجح دايما هيتقال عليه كلام، هيتقال لي كده كان ممكن. بس خد بالك النقد نوعين، في نقد بيبنيك وفي نقد بيحاول يهدك. اسمع اللي بيبنيك وخليك أذكى من إنك ترد على كل كلمة. خد المفيد وسيب الباقي يعدي. واللي بينتقدك من غير ما يفهمك اضحك وقول في سرك وفي حاجة ممكن كنت أتعلمها من الكلام ده، ولو لأ كمل طريقه بثقة وهدوء، لأن اللي عنده هدف حقيقي ما بيقفش يرد على كل صوت. وفي الآخر افتكر دايما إن اللي فوق القمة هو أكتر واحد بيطوله الريح دايما بتضرب الشجر العالي، بس الشجر العالي هو اللي بيفضل واقف وثابت. محطة نقاء السر والعلانية. يعني إيه؟ يعني تكون زي ما بتظهر، تكون حقيقي، تكون نيتك صافية حتى لو محدش شايفك. تعمل الخير عشان بتحب الخير مش عشان الناس تسقف لك وتقول الله. ابن القيم بيقول من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. يعني لو قلبك نظيف ربنا هيبين جمالك للناس من غير ما تتكلم ولا تبرر. السر واللي بينك وبين ربنا، النية اللي محدش يعرفها غيرك، الخير اللي بتعمله في الخفا، الكلمة الطيبة اللي بتقولها من قلبك مش مستني عليها تسقيف. اللي بتعمله في السر ربنا بيشوفه وبيكافئك عليه بسلام جواك، سلام مش ممكن تحسه لما الناس تسقف لك. أما العلانية فهي لما تعمل الحاجة عشان الناس تشوفك وتحكي عنك وتمدحك وتفتكرك على السوشيال ميديا، وساعتها تبدأ النية تتغير والقلب يتسمم شوية شوية من حب الظهور. الشيخ الغزالي بيقول أصل الخير أن يكون في السر لا في العلن. يعني اللي عايز يعيش حياة نقية فعلا يخلي عمله بينه وبين ربنا، ويخلي العلانية بس لما يكون فيها نفع أو دعوة أو خير للناس مش علشان الظهور. ساعتها مش هتدور على الراحة في الكومنتات ولا في اللايكات، هتلاقي الراحة الحقيقية جواك لأنك عارف إن ربنا شايفك وإن الخير اللي بتعمله عمره ما بيروح. محطة الليمونة. أنا عارفة الاسم غريب شوية، عارف الجملة اللي بتسمعها كتير لما الحياة تديك ليمون اعمل منه عصير. الشيخ الغزالي في كتاب جدد حياتك بياخد المعنى ده لأعمق من مجرد كلام تحفيزي بنسمعه في السوشيال ميديا، لأن فعلا الحياة بتدينا ليمون كل يوم، مواقف صعبة، ناس بتكسرنا أو تقلل منا. بس السؤال الحقيقي هنعمل إيه بالليمون ده؟ في ناس بتقف عن طعم الليمون المر وتفضل تشتكي وتعيش في وجعها، وفي ناس بتستفيد من التجربة وتتعلم منها ويطلعوا أقوى وأهدى
وأقرب لنفسهم ولربنا. وده بيأكد على المعنى اللي قاله ابن تيمية: إن السجن خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. الشيخ الغزالي بيقولك ببساطة ممكن ما تقدرش تختار الأحداث، بس دايما تقدر تختار رد فعلك. تقدر تختار تشوف في الألم درس، والفشل بداية، وفي الليمون شراب حلو. وفي النهاية مش المهم ايه اللي الحياة هتديهولك، المهم انت عملت بيه ايه. الليمونة في ايدك ممكن تكون مرة، بس بإيدك كمان تخليها حلو. وده كان نهاية كتاب جدد حياتك للشيخ محمد الغزالي. يا رب تكون الفكرة لمستك أو خلتك تبص الموضوع بنظرة أعمق شوية. ولو الحلقة عجبتك شاركها مع حد ممكن يستفيد منها. وافتكر دايما إن المعنى الحقيقي مش في الكلام، لكن في اللي بنحسه بين السطور. أشوفكم في حلقة جديدة بكتاب جديد بأفكار جديدة ورحلة وعي جديدة إن شاء الله.